قلنا من الأول بنزينه خلص. هو فعلا بنزينه خلص، خربها وقعد على تلها. يرضي ربنا ده اللي حصل؟ يعني يرضي ربنا 100,000 متفرج في الاستاد يخرجوا زعلانين؟ يرضي ربنا جماهير ملايين الملايين بتتفرج وعشمانة في فرقة جاية يعني تقريبا الفوز خلاص موجود في ايديها؟ هو الراجل اللي اسمه كولر ديت كم مرة اتكلمنا، او احنا يعني انا ما بتكلمش في الكورة كتير بس انا بتكلم كمشجع. الراجل ده حرام عليه والله اللي عمله في الاهلي امبارح، والله حرام. يعني وانا مش فاهم مجلس اداره الاهلي قعد جاب له لعيبه بالملايين وقلنا هياخد البطولات، ده طاير كل البطولات السنه دي. ادي الدوري تقريبا راح، ادي وراه ما دخلش كاس، ادي خسر في كاس العالم في على المركز واحنا كنا اقرب للفوز. ايه اللي عمله امبارح الراجل ده؟ ايه حرق الدم اللي احنا كنا فيه ده؟ يعني فرقه بتلعب جوه القاهره، ده الاهلي، ده الاهلي. يعني عارف يعني ايه الاهلي؟ يا ريت كمان يعني ما عندوش لعيبه اليومين دول، ده عنده صفوه اللعيبه، ده عنده صفوه اللعيبه، ده عنده فرقه تكسب بالعشره والعشرين. الله، الراجل ديت انا اول مره اشوف مدرب يعني بالشكل بيخاف بالشكل ده. بتلعب جوه بلدك، بتلعب مدافع وانت اصلا متعادل في ارضه. انت شفت التصريح بتاع المدرب بتاعهم بتاع سان داونز؟ سان داونز بيقول لك، الراجل بيقول لك انا لما لقيته خايف كده اتشجعت. يعني تخيل حتى المدرب بتاعهم اعترف. ده انت بتقول له خد تعالى فوز عليا. حد يلعب بثمان مدافعين؟ حد يلعب بثمان مدافعين جوه القاهره على استاد القاهره اللي بيسموه استاد الرعب؟ ايه يا راجل ده اللي بتعمله ده؟ لا كفايه عليه الراجل ده. هم بيجوا سخنين زي الاخ موسيماني وفجاه تلاقوا البنزين خلص. يعني انا مش عارف اقول ايه. حد يركن كل اللعيبه المهاجمين وينزل كل المدافعين وجاي عايز ان تغير نتيجه الماتش في 7 دقائق الاخيره؟ ده الجون دخل في الدقيقه 90 فيه، اللي انت المفروض كنت بتحط في الدقيقه 90 وفوق الدقيقه 90. ده انت عكست كل القواعد اللي الاهلي ماشي عليها. يعني حاجه فعلا انا بستغربه. والراجل ديت حرق دمنا، الله يحرق دمه البعيد. ليه كده؟ كان قريب جدا 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 منا الوصول للنهائي. وصلنا كذا مره بس احنا كجمهور الاهلي بقينا متعودين نوصل. ايه يا عم كولر؟ قدم استقالتك او مجلس الاداره يلحق يشيلك بسرعه. وجودك زي عدمه. بقالنا فتره قاعدين نقول الراجل ده لازم يظبط، لازم يعمل. الصحافه بتتكلم، الاعلام بيتكلم، الاعلام الرياضي بيقول له غير العب. انت كنت ماشي عدل، ايه اللي جرالك؟ وانتوا كمجلس اداره واقفين تتفرجوا عليه ليه؟ ماسك عليكم زله؟ الله، ده انت الاهلي ده يمشي. يعني انت لو جبت النهارده اي لاعب من لعيبه الاهلي القدام هيدربه احسن منه. ويا ريت ما تجيبوش سامي قمصان، لان سامي قمصان ده هو كان في الجهاز معاه وحتى ما وقفش يقول له اللي انت بتعمله يا عم غلط. بتلعب جوه القاهره كده؟ اشرف بن شرقي تركنه وسام علي ابو علي. يعني ايه اللي انت فيه؟ ايه افشل اللي قضيت عليه؟ بوظت يعني اللعيبه ده. انت عندك يا عم لعيبه جبت نفسيتهم من الارض. ليه كده؟ لا، هو بنزيم خلص. هم بيجوا، هو الاهلي فيه حاجه غالبا الاهلي الموجود فيه جامد، فبيجي المدرب معاه شويه افكار وبتاع ويبدا وياخد بطولات وهوب هوب هوب وفجاه مفيش حاجه. لا والله العظيم حرام، حرام بجد. حرقت دمنا. تعال اتفرج، شفت بيراميدز كان بيلعب ازاي؟ ودخل فيه جونين مش جون، بس الفرقه بتهاجم ودخلت وغمرت المدرب بتاعهم. لا انا بصراحه انا بيراميدز تقيل على قلبي كمنافس طبعا، لكن السنه دي لا بحييه. فرقه بقت قويه جدا وان شاء الله مصر كلها هتقف وراها وباذن الله ياخد كاس افريقيا. على الاقل ما يخرجش الكاس من مصر. برافو بيراميدز، برافو. لعبوا ما همهمش وغمروا. لا في هجوم هناك في جنوب افريقيا وهنا في القاهره امبارح. لا بيراميدز يستاهل اللي وصل له، بيبني تاريخ فعلا.
لا حرقت دمنا يا كولر. هارد لك لكل الاهلاويه اللي زيي، ويا ريت الزملكاويه يطلعوا منها بقى. سلام.